انقطع التيار الكهربائي والاتصالات عن منطقة الجفارة جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس بسبب سرقات لميليشيات حكومة فايز السراج، حيث أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أن سرقات لخطوط الضغط العالي تسببت في فصل التغذية عن 8 محطات كهرباء أرضية ومحطة شركة ليبيان للاتصالات و67 محولا هوائيا بمنطقة الجفارة. مواطنو منطقة الجفارة يعانوا من إظلام تام وانقطاع الاتصالات عبر شبكة ليبيان وتأثيرات على الاتصالات بالشركات الأخرى نتيجة للضغط المتزايد عليها. الشركة أوضحت في بيان أن أشخاصا لم تسمهم سرقوا 3150 مترا من أسلاك ضغط عال كهربائية، مما تسبب بانقطاع التيار عن محطة ليبيان بمنطقة الجفارة جنوبي العاصمة طرابلس. وقال المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء إنه تم سرقة أسلاك مسافة 1200 متر تفريعات محطة ليبيان على خط بئر الحاج بمنطقة الناصرية بالجفرة، بالإضافة إلى سرقة أسلاك خط المستوصف من محطة الحشان مسافة 750 مترا بالسواني، وسرقة 750 مترا من خط اتجاه عامر قمام من محطة البيابيصة، وأسلاك خط ضغط عالي بزليمات الأصفاح مسافة 450 مترا. وتشهد مناطق غرب العاصمة طرابلس سرقات مستمرة لأسلاك نقل التيار الكهربائي ومعدات الشركة العامة للكهرباء. مصدر أمني ليبي قال لمباشر قطر إن مجموعات تتبع الميليشياوي أسامة الجويلي قائد ما يعرف بميليشيات المنطقة الغربية تسيطر على مناطق العزيزية والساعدية والسواني غربي العاصمة طرابلس، مؤكدا أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق لمرتزقة الجويلي سرقة خطوط الضغط العالي للكهرباء بمنطقة الكسارات شمال شرق مدينة غريان.